في العادي لو حد سألني هل ممكن تشتري لابتوب عدى عليه أكتر من 4 سنين، في الغالب هقول له لا، ولكن الأجهزة بتاعت أبل اللي نازلة بالمعالجات بتاعتها الصراحة ليها حسبة تاني. الجهاز اللي معايا النهارده هو الماك بوك اير ام 1 من أبل. الجهاز ده أبل أصدرته سنة 2020 وما زال بيباع حتى الآن من أبل بشكل رسمي بسعر $1000. يعني الجهاز ده تقريبا عدى عليه 4 سنين، ولكن بما إن الجهاز ده قديم نسبيا فأنت ممكن تلاقيه موجود في السوق بأسعار أقل، وحتى ممكن تجيبه مستعمل بنص سعره جديد تقريبا 500 أو $600. وده بيخلي ناس كتير تفكر تجيب الجهاز ده حتى لو تم مقارنته مع الماك بوك الاير الام 2 الأحدث، إلا إن السعر الأقل بتاع الجهاز ده بيخلي ناس كتير عينهم تزغلل عليه، وبالتالي ده هيخلي الناس تسأل هل الجهاز اللي عدى عليه 4 سنين ده لسه فيه نفس إن هو يعيش ويكمل معانا سنة كمان في 2024؟ هل الجهاز المستعمل ده لو أنت هتجيبه كمان مستعمل بسعر قليل هل لسه عارف إن هو يقدم تجربة بطارية كويسة؟ هل أداؤه أقل مقارنة بالجهاز وهو جديد ولا لأ؟ كل دي حاجات هتكلم عليها في الفيديو النهارده، فبدون أي تأخير خلينا نبدأ. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد. وخلينا كده قبل ما نخش في التفاصيل اقول لكم ان الفيديو ده برعايه تطبيق ماجيك منيو من شركه ايبوي سوفت، التطبيق اللي بيخليك تخصص قائمه الكليك يمين في الماك او اس بالشكل اللي انت حابه. يعني مثلا تقدر بمنتهى السهوله ان انت تضيف اختيار عشان تقدر من خلاله تعمل ملف جديد بالصيغه اللي انت عاوزها، وتقدر كمان تعمل اختصار عشان يوصلك بشكل سريع لاي ملف او اي فولدر موجود عندك على الجهاز. وكل القوائم الزياده دي انت بتقدر تعدلها وتشيل منها الحاجات اللي انت مش عاوزها وتضيف ليها الاختصارات الثانيه اللي انت عاوزها عشان تقدم لك الوظائف المناسبه ليك واللي انت محتاجها فعلا. التطبيق مجاني وهتلاقوا الرابط بتاعه موجود في وصف الفيديو علشان لو حابين تجربوه. الجهاز ده انا مشتريه مستعمل في اخر سنه 2021، ولما اشتريته كان الجهاز ده مستخدم تقريبا لمده سنه وبقاله سنتين معايا، فاحنا بنتكلم جهاز مستخدم بقاله 3 سنين. الجهاز ده كان هو اللي دخلني لعالم الماك، ده كان اول جهاز ماك بوك اشتريه من ابل، وكان اول مره اجرب الماك او اس. وبعد تجربته انا قررت ان انا انقل للماك بوك برو او اجيب الماك بوك برو وانقل عليه شغلي الاساسي كله. وبعد كده جبت الماك بوك الاير الام 2 وعملت له ريفيو على القناه هنا، وجبت جهاز كمان جديد مش عايز احرق لكم مفاجاه، ولكن قريب ان شاء الله هينزل الفيديو بتاعه. ولكن بشكل عام الجهاز ده كان فتحه خير عليا، خلاني اخش واجرب حاجه جديده، وعملت لها فيديوهات كتير على القناه هنا، ولحسن الحظ لاقت اعجابكم. فتجربه الاجهزه دي كلها خلتني ملم بشكل كبير بتجربه الماك او اس واللابتوبات بتاعت ابل، وبقيت قادر اعرف احدد هل الجهاز ده هيكون مناسب لشخص معين او لا، وهل تجربته بشكل عام هتكون مناسبه لاغلب الناس او لا. وده اللي انا جاي الخصه لك في الفيديو ده. ولكن في الاول كده خليني اقول لك ان الجهاز ده في ناس كتير مش متفقه على التصميم بتاعه. خلينا نحط الجهاز كده على جنب بس علشان ناخد راحتنا في الفيديو. الجهاز ده تصميمه قديم نسبيا، ده يعتبر اخر جهاز من ابل نزل بالتصميم القديم، ومن بعده كل الاجهزه اتحدثت بالتصميم الجديد بتاع ابل اللي لو فاكرين في النوتش اللي موجوده في الشاشه. ولكن ده بيخلي في ناس كتير مش حابه التصميم القديم ده، ولكن ده مش هينفي ان الجهاز ما زال على مستوى جوده التصميم وجوده البناء والخامات ما زال بيقدم تجربه محترمه جدا. جسم الجهاز مصنوع بشكل كامل من الالومنيوم، وزنه خفيف 1.4 كيلو تقريبا، واحساس الكتابه على الكيبورد مميز ما فيهوش مشاكل، وفي زرار فيه التاتش اي دي او البصمه اللي بيخليك تلوج ان على الجهاز بشكل سريع. وكمان التراك باد اللي موجوده في الجهاز حجمها كبير ومصنوعه من الازاز وملمسها ناعم، والجهاز فيه تابتك انجن بيحسسك بالتكات لما تدوس على التراك باد، بالرغم من ان مفيش تكه حقيقيه بتحصل او مفيش زرار حقيقي بيحصل. فالحاجات دي كلها بتخلي تجربه الجهاز بريميوم فعلا. وبالرغم من ان الجهاز هنا سمكه رفيع ووزنه خفيف، الا ان تجربه السماعات اللي موجوده على يمين وشمال الكيبورد تجربه محترمه جدا. الصوت عالي نقي، التفاصيل كلها واضحه، وحتى البيز اللي طالع من جهاز رفيع بالشكل ده انا شفت اجهزه ويندوز حجمها ضعف حجم الجهاز ده ومش بتطلع نفس الصوت. فاجمالا الفاليو او القيمه اللي انت واخدها من الجهاز كويسه جدا. ولكن معلش ثانيه واحده خياط، انت عمال تقول مميزات من اول ما اتكلمت على الجهاز، ما اكيد الجهاز ده فيه عيوب. الصراحه الجهاز ده فيه عيوب، وفيه عيوب كمان هتحس بيها اكتر مع 2024. واول عيب هو ان التصميم ده مش عملي زي التصميمات الجديده بتاعت ابل. على سبيل المثال الماك بوك الاير الام 2 الجهاز ده فيه منفذ شحن منفصل اسمه الماك سيف، وده بيخليك وانت بتشحن الجهاز منفذين التايب سي التانيين فاضيين ممكن تستخدمهم زي ما انت عاوز. ولكن مع الماك بوك الاير الام 1 انت عندك منفذين تايب سي بس مفيش ماك سيف، فلو
بتشحن الجهاز هيتبقى لك منفذ واحد بس. اي نعم ممكن تتحايل على الموضوع ان انت تجيب يو اس بي هاب وتستخدم المنافذ اللي فيه، ولكن صراحه برضو ما زال تصميم الاير ال ام 2 يعتبر عملي شويه بسبب وجود منفذ الشحن المنفصل الماكسيف. والحاجه الثانيه صراحه اللي مضايقاني شويه في تصميم الجهاز القديم ده هو ان الشاشه الحواف بتاعتها كبيره. مجرد ما تبص على الجهاز من بعيد هتعرف ان ده جهاز قديم نسبيا. حتى الاجهزه الويندوز اللي في الفئه السعريه بتاعته او فئات سعريه اقل كمان هتلاقي ان حواف الشاشه بتاعتهم بقت اقل بكتير من اللي موجوده في الماك بوك الاير الام 1. ولكن بالرغم من كده ما زالت الشاشه بتقدم تجربه كويسه. الشاشه هنا اي بي اس بحجم 13.3 بوصه بدقه 2560 في 1600. الشاشه التجربه بتاعتها كويسه جدا، الالوان دقيقه لو انت حد بيشتغل في حاجه ليها علاقه بالالوان زي مونتاج الفيديوهات او الصور. وكمان زوايا الرؤيه بتاعت الشاشه كويسه، ولكن الصراحه بيعيبها حاجتين برضو قلت عليهم قبل كده وهذكركم بيهم تاني علشان بس تبقى كل حاجه قدامك. اول حاجه هو ان درجه اللون الاسود بتاعت الشاشه فاتحه شويه، فانت مثلا لو بتتفرج على فيلم وفي خط اسود فوق وتحت الفيلم هتلاقي ان الخط الاسود ده تحس ان هو افتح شويه من الطبيعي. ده العيب الاول. العيب الثاني بقى هو السطوع بتاع الشاشه. السطوع هنا بيوصل لحد 400 نت او شمعه، وده رقم في عالم اللابتوبات حلو قوي، ولكن خليني اقول لك لو انت شغلك بيكون اوت دور او بره للاسف ال 400 نت مش هيبقوا كافيين. هتحس في بعض الاحيان ان انت محتاج تعلي سطوع الشاشه اكتر من كده شويه. فكنت اتمنى ان الحته دي كانت تبقى احسن، مع ان ابل صلحتها في ال ام 2، ولكن مع ال ام 1 حبيت انبهك ليها. كل اللي انا قلته ده قشطه جدا وزي الفل، والجهاز حتى الان باللي انا قلته مكمل معانا ل 2024 عادي. ولكن الصراحه الجزء الاهم في تجربه جهاز زي ده هو الاداء والبطاريه، وخصوصا البطاريه، لان اغلب الناس اللي لقيتهم بيدوروا على الجهاز ده في الاغلب بيدوروا يجيبوه مستعمل. فخليني اقول لكم هل البطاريه كويسه ولا لا من خلال تجربه لجهاز انا مشتريه مستعمل وفضل معايا سنتين انا بستخدمه. فهل البطاريه ما زالت بتقدم تجربه كويسه ولا لا، وهل الاداء بتاع الجهاز ما زال قادر ان هو يكمل معانا في 2024 ولا لا. مبدئيا كده بخصوص البطاريه، فالجهاز ده زي ما قلت انا مشتريه مستعمل. الجهاز حتى الان عمل اكتر من 144 دورة شحن للبطارية، وبالرغم من كده البطارية الهيلث بتاعتها ما زالت 96%، وده رقم ممتاز على جهاز مر بعدد دورات الشحن ده، وعلى جهاز بقاله تقريبا اكتر من 3 وداخل على 4 سنين بيستخدم. فدي صراحة حاجة محترمة جدا. ولكن بعيد عن ارقام البطارية في التجربة الفعلية ادائها عامل ازاي، خليني اقول لك ان البطارية هنا بمنتهى السهولة ما زالت بتفضل معاك لمدة 10 ساعات من وقت الاستخدام، اللي هو رقم غريب وحتى الان برضه مش بنشوفه في اجهزه ويندوز الا اجهزه قليله جدا وغاليه جدا. فما زالت البطاريه ده الشيء المايند بلوينج او حاجه اللي هو رهيبه. البطاريه بالرغم من الاستخدام للفتره دي كلها ما زال ادائها كويس جدا وتفضل معاك لمده 10 ساعات عادي جدا. والشيء الجميل الثاني في البطاريه هو ان اجهزه الماك عموما والجهاز ده تحديدا مش بيديك اداء مختلف لو كنت مشغله على البطاريه او على الشاحن. الجهاز سواء كده او كده بيديك نفس الاداء بالظبط، وده شيء تقريبا مش موجود مع الويندوز. والجهاز كمان بيجي معاه شاحن اللي في العلبه معاه جاي بقوه 30 واط، والشاحن ده مش اسرع حاجه، الجهاز بيدعم شحن اسرع لحد 60 واط. والصراحه لو انت شخص بيستخدم الجهاز ده مده ساعه او ساعتين في اليوم فخليني اقول لك ان انت في الاغلب هتشحنه مره واحده في الاسبوع، وهتلاقي ان الشحنه دي كافيه تكمل معاك الاسبوع كله. فالبطاريه والشحن بدون اي نقاش مكملين معانا وبقوه لسنه 2024. نخش بقى على حوار الاداء، وهنا التركايه اللي ممكن تخليك تعيد التفكير في الجهاز ده. الجهاز اللي معايا هو النسخه البيز لاين او اقل نسخه اللي جايه بحجم 8 جيجا بايت رام وذاكره داخليه 256 جيجا، وطبعا ده مع معالج ابل الام 1 اللي مبني على معماريه ارم، وهو اللي عمل النقله النوعيه في اداء اجهزه ابل وتوفيرها للبطاريه خلال الفتره اللي فاتت. المعالج ده حقيقه بيدي اداء استثنائي جدا مقابل كم الطاقه الضئيل اللي بيستخدمه في الاستخدام العادي زي التصفح ومشاهده المحتوى والحاجات البسيطه دي. المعالج هنا مفيش عليه اي نقاش، الاداء بتاع الجهاز هنا ممتاز. ولكن وده حصل معايا فعلا، لو انت هتعمل مونتاج او تحمل على الجهاز لمده طويله، يعني مثلا انا في مره عملت عليه اديت لفيديو 4K كان مدته ربع ساعه، الموضوع ده فعلا بيهلك الجهاز، وفي بعض الاحيان احتجت ان انا اقفل البرنامج واعمل ريستارت للجهاز وافتح البرنامج مره تاني علشان اقدر اخد تجربه تخليني اقدر اكمل مونتاج الفيديو 4K. ومن خلال ملاحظتي خليني اقول لك ان المشكله دي بتحصل لسببين. الاول هو ان الجهاز هنا حجم الرام فيه صغير 8 جيجا بايت رام، فبالتالي الرامات لما بتتملي الجهاز اداؤه بيتحجم قوي وتلاقيه بيقطع كده اهو في الاداء.
وتاني حاجه هو ان الجهاز هنا التبريد اللي فيه باسيف، بمعنى صح ان المعالج عليه قطعه معدن، قطعه المعدن دي هي اللي بتسحب الحراره من المعالج، ولكن بعد شويه استخدام تقيل قطعه المعدن والمعالج الاتنين بيبقوا سخنين ومفيش مروحه في الجهاز بتطلع الحراره دي بره، فبالتالي الجهاز علشان ما يتحرقش او يحصل فيه مشكله بيعمل حاجه اسمها ثيرمال ثروتلينج او خنق حراري، وده ان هو بيعمل ليميت او تحديد للاداء بتاع المعالج علشان يفضل شغال ضمن نطاق درجه الحراره الامنه اللي ما تسببش مشكله للجهاز. طيب هل ده معناه ان الجهاز ده وحش وابعد عنه وما تشتريهوش؟ الاجابه قطعا لا، ده جهاز اصلا مش موجه للاستخدام التقيل، فانت لو هتستخدمه للسيناريو الطبيعي بتاعه الجهاز هيديك اداء خرافي، ولكن لو انت تقلت عليه هيبدا يحصل معاك حاجات زي اللي انا بقول عليها دي. ولكن لو انت بتعمل مونتاج لفيديوهات 1080 فيديوهات صغيره 3 4 دقائق مثلا، او الفيديوهات الدقيقه الواحده اللي بتنزل شورتس على يوتيوب او انستجرام او تيك توك او الكلام ده كله، الجهاز هنا هيديك تجربه محترمه جدا ومش هتحس ان انت محتاج تجيب جهاز بامكانيات اعلى. وبالتالي ده هياخدنا للسؤال النهائي، هل الماك بوك الاير الام 1 الجهاز اللي نازل من سنه 2020 هل يكمل معانا ل 2024 وتروح تشتريه دلوقتي ولا لا؟ الاجابه هنا قطعا الجهاز ده هيكمل معانا، ولكن مع تريكايه هقول لك عليها في اخر الفيديو هنتكلم عليها كمان شويه. الجهاز تصميمه قدم شويه ولكن ما زالت الخامات بتاعته ممتازه، الشاشه اي نعم الحواف بتاعتها كبيره شويه ولكن ما زالت التجربه بتاعتها محترمه جدا، واخيرا اداء الجهاز يعتبر ممتاز جدا مقابل البطاريه اللي كمان هي ادائها كان ممتاز، والجهاز ما زال قادر ان هو يقعد معاك لمده تتخطى ال10 ساعات من وقت الاستخدام. ولكن ويا لها من لكن، وهنا يعني عاوزك تركز معايا، انتل كان ليها كلام يستحق ان احنا نقف قصاده ونشوف انتل ناويه تعمل ايه في الليله اللي ابل عماله تكتسح فيها بقالها 3 4 سنين. انتل اعلنت عن سلسله معالجات جديده ليها اسمها الانتل كور الترا. المعالجات دي صراحه بتقدم حاجات احنا ما شفناهاش من انتل قبل كده. اول حاجه هو ان المعالجات دي استهلاكها للطاقه اقل 25% عن المعالجات اللي قبل كده بالرغم من انها ما زالت تحتفظ بنفس الاداء. تاني حاجه هو ان معالج الرسوميات المدمج في الشريحه بتاعه انتل الجديده او الاس او سي، معالج الرسومات اللي فيها اسمه انتل ارك، وده اداؤه ضعف اداء الانتل ايريس اللي كان نازل في معالجات الجيل ال13 اللي قبل كده. وتالت حاجه هو ان انتل حطت في الشريحه بتاعتها NPU او معالج مخصص لعمليات الذكاء الاصطناعي، علشان لما يبقى في عمليه خاصه بالذكاء الاصطناعي بدل ما المعالج يعمل لها معالجه او بروسيسنج بالكورز العاديه بتاعته، لا يعمل لها معالجه بالوحده المخصصه للعمليات دي، فبالتالي الوحده دي بتسحب طاقه اقل وبتأدي العمليات دي بشكل احسن بكتير من لو اديتها بالكورز العاديه بتاعت المعالج. فالثلاث حاجات دول بيخلوا المعالج ده يعتبر منافس قوي جدا لمعالجات ابل الام. ولكن المعالجات دي حتى الان لسه ما نزلتش للمستخدمين، في انجينيرنج سامبلز او نسخ اختباريه للابتوبات شغاله بالمعالجات دي اتبعتت لبعض الريفيورز الاجانب، واللي لما جربوها قالوا ان تجربتها كانت كويسه جدا واحسن بكتير من معالجات انتل القديمه، وقربت بشكل كبير جدا للمعالجات بتاعت ابل. فممكن نشوف مع الوقت لما تنزل المعالجات دي ولما ينزل لابتوبات بالمعالجات دي ولما يقع تحت ايدي جهاز من الاجهزه دي، ممكن نشوف وقتها ان ممكن جهاز يقدم يعني اداء مقارب جدا لاجهزه ابل بسعر اقل منه بكتير، ووقتها هنقدر نحدد هل الماك بوك الاير الام 1 ده ممكن يكمل معانا ل 2025 ولا لا. فصراحه لو انت مش مستعجل ممكن تستنى وتشوف المعالجات الجديده بتاعت انتل، ولو اني ما انصحش بده قوي لان مشكله الاستيراد في مصر صعبه ومفيش حاجات كتير جديده بتخش، فلو انت مش مستعجل خالص ممكن تستنى. لكن لو انت عاوز لابتوب خلال شهر او شهرين انا انصحك اشتري من دلوقتي علشان كل حاجه سعرها بيغلى، وما زال الماك بوك الاير الام 1 جهاز بيقدم تجربه تستحق ان احنا نرشحه للناس خلال سنة 2024. في وصف الفيديو فيه 4 فيديوهات مهمة جدا لازم تبص عليها. الفيديو الأول هو مراجعة الماك بوك الاير الام 1 لما جبته من سنتين، والفيديو الثاني مراجعة الماك بوك الاير الام 2، وفيديو ثالث فيه مقارنة للاتنين مع بعض، وفي فيديو رابع وده الصراحة فيديو مهم جدا في أهم 5 برامج المفروض يكونوا موجودين عندك على الماك او اس علشان تستخدم الجهاز بأحسن طريقة ممكنة. وبس كده، دي كانت كل حاجة في الفيديو ده، فاعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، ولو عندك أي سؤال طبعا اكتبه في التعليقات. كان معاكم محمد الخياط واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.